هاي النصيحة لكل واحد بده يجي على أوروبا إخواني، نصيحة لوجه الله تعالى لكل واحد بده يطلع هاي البلد ومش عارف يجي لهون إخواني. قسما بالله العلي العظيم في طرق شرعية تيجي على البلد وسهلة جدا. بتقدر تعمل فيزا على إسبانيا، بتقدر تيجي على ألمانيا، وفي طريقة سهلة جدا بتقدر تطلع عن طريق البوسنة، سفر قانوني بفيزا. لو كنت إن شاء الله من أفغانستان، من وين ما كنت تكون، بتقدر تسافر صديقي وبتقدر تيجي على أوروبا بطريقة سهلة من غير ما تعرض حياتك للخطر وتحمل حالك وتمشي أيام وليالي في البر وتبهدل حالك صديقي، ولا تطلع عن طريق البحر ولا الى اخره. ما في داعي للهجره الغير شرعيه، والله ما في داعي، اقسم بالله يا اخواني. بس انتم مشكلتكم انه انتم مسكرين روسكم. بالاخر بيجي واحد بيطلع لي هذا الفهمان يعني الفهلوي، كان قال لك ايه ما هو غالي. لا حبيبي، الطرق الغير شرعيه مكلفه اكثر بكثير. الطرق الغير شرعيه مكلفه، انت بس مش صبور. اي واحد اخواني بيقدر يجيهم بعد 3 محاولات. انا حاولتهم بالاخر طلعت قانوني، يعني بالاخر جيت انا هون بعد 3 محاولات انا حاولتهم، بالاخر طلعت حي البلد بطريقه قانونيه اخواني. سافرت على البوسنه، من البوسنه جيت لهون على هولندا. كلكم بتقدروا تيجي اخواني على هاي البلد، بس الموضوع كلياته اخواني يكمن في انك انت وين بدك تروح وشو وجهتك وشو لازم تسوي. فالموضوع سهل جدا. انت ما تفكر. اليوم اسبانيا فتحت انه انت تروح عليها سياحه، فتحت لكل الناس تروح عليها سياحه. البوسنة اخواني بتقدر تعمل عليها فيزا وتسافر عن طريق البوسنة. بتقدر تروح على كوسوفو، وبتقدر يا سيدي اذا بدكش تروح على كوسوفو ممكن تيجي على المانيا اذا بتسجل عن طريق السفارة، لانهم هم بحاجة ل 2 مليون عامل حاليا في المانيا. إذا إخواني الرسالة اللي بدنا نوصلها إنه أنت اللي قاعد بتحاول تطلع بطريقة غير شرعية، وحياة كتاب الله وقسما بالله العلي العظيم إخواني إنه بتقدر تطلع وبتقدر تيجي بطريقة شرعية. ابعد عن الطرق اللي ممكن تودي بحياتك، اللي بترعب أهلك، اللي بتخوفهم عليك، اللي يا زلمة كلها مخاطرة. إحنا بنعرف شو يعني بر وشو يعني بحر، والله بنعرف يا عم، بنعرف أقسم بالله خطر. حرام أنت تروح تغامر في حياتك بالطريقة هاي. حياتك مش رخيصة، وأوروبا مش الشيء المستاهل إنك أنت تغامر في كل عمرك علشان أنت تطلع عليها والله. تحياتي لكم اخواني، وانتبهوا على حالكم، وفي مليون طريقه شرعيه تيجوا فيها. واللي عنده اي سؤال بيقدر يسالنا هون اخواني.